السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة. كما شفتوا لهنا في بداية الفيديو باش نعملوا إن شاء الله اليوم سندويتشات تونسية، والأغلبيتها معروفين ياسر عنا في تونس. لهنكايا كما تشوفوا حطيت ساشي خميرة ومعاها مغرفة سكر، وحطيت لها حليب خلطته حليب وماء، خليتهم لين تتفاعل الخميرة كما قاعدين تشوفوا لهنا. الخميرة اتفاعلت، الحليب يكون دافي، نحطوا شوية ماء معاها كما قاعدين هكا تشوفوا. باش نضيف لها لهنا الدقيق، الكمية حطوا اللي تحبوا. انا حطيت 300 مليلتر، حطيت 200 مليلتر حليب وعليهم 100 مليلتر ماء. لاني نبدأ نضيف في الدقيق تدريجيا لين نتحصلوا على عجينة متماسكة. انتم معايا في الفيديو وتشوفوا وصفة سهلة على الاخر ومقاديرها سهلين وما تطلبش الوقت، وزيد بنينة في نفس الوقت كما قاعدين هنا تشوفوا. ونضيف لها قليل من الملح ونبداو نخلطو لين تحصلوا على عجينة متماسكة. هاكم معايا في الفيديو وتتبعوا في المراحل. هنا نبدأ نضيف في الدقيق تدريجيا ونعجنه. إذا عندكم عجانة تنجموا تستعملوا العجانة، ولا تستعمل كما نعمل بداية عجينة بداية. هنا كما قاعدين تشوفوا نوصل بعضنا كما هكا حتى لوين العجينة ونحصلوا على عجينة متماسكة. نواصلوا مع بعضنا الطريقة. يبدأ الواحد مثلا ما يحبش هكا حاجة ثقيلة، يبدأ سندويتشات في ساعة ما يحضروا، وبنان في نفس الوقت، والصغار يحبوا على حاجة خفيفة. خليت لكم الفيديو على طبيعته كما قاعدين كترى. نبدأ بشوي بشوي لنفهم هذه. هذه بنتي حبت تعجن معايا، خليتها نوصلكم بعضنا. ما نجمدهاش خاطر العجينة تتلصق، خليتها تعمل شوية. نوصل بعضنا الطريقة. كنعجنها بالكدا. واللي أول مرة يزور قناتي ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصله كل جديد، ويترك لي تعليقه ويقول لي جرب وصفة من وصفاتي. عندي برشا وصفات في قناتي، ادخلوا وشوفوهم. كملوا كيك مع بعضنا نعجنوا كيك بالكدا. هذه هي بعد ما كملت هنا عجنتها، نجيبوا النديلة ونغطاها ونخليها تخمر على راحتها. كما تشوفوا هنيكا العجينة متاعنا خمرت،
باش نخرج لها هكاك الهواء، ونكملوا مع بعضنا الطريقة. لهنا نخرج هكا الصعب الهواء منها، ونزيد هكا نعجنها بالكدا ونواصلوا مع بعضنا. لهنيكا دهنت يدي بشوية زيت، ونبدأ نقص فيهم هكاك البولات صغيرات كما قاعدين هكا تشوفوا في الفيديو، ونجي نطرحهم. نبدأ نعاون بالزيت باش يساعدني في الحلال كما قاعدين تشوفوا في الفيديو. وعندي الغناي يشعل على النار، والا عندكم طبق ولا اي حاجه تحب طيبوا فيها. انا لهنا عندي مقله، من هكا بعد ما كملت هكا حليتها باش نحطها في المقله الطيب، ونوريكم البنات طريقه الطهي ولا طريقه الطبخ. كيفاش لهنا أنا هزيتها نهز هكا، ما تخافوش العجينة مطوعة من هكا، مطوعة في الليد. نجي لهنا نحطها في المقلة، حطيتها لهنا في المقلة باش نطيبوا الأسفل فقط. يعني معايا ونوريكم الوجه واحد فقط من الوجه الأسفل فقط. هنا باش نزيد نوريكم الطريقة. نكملوا هكاك حتى نكملوا العجين اللي عندنا الكل، نبداو بالوحدة بالوحدة لين نكملوا. هذه هي هاكم شوفوا طيبتها من وجه فقط، وجه ذاك والوجه الاخر تبقى هكاك. هذه هي الطريقة، ونواصلوا مع بعضنا لين نكملوا وجه برك حتى نكملوا العجين اللي عندنا الكل، ونستعينوا بالزيت باش يساعدنا في الحلان كما قاعدين هكا تشوفوا. وصفة سهلة ومقاديرها سهلين كما قلت لكم، وبنينة في نفس الوقت. المقادير موجودة عندنا في كل بيت، في كل بيت تلقاهم. هذه لهنا بعد ما كملت حليتها، وانتم وش شكل راهو تحبوا تشكلها كبيرة تشكلها صغيرة، تنجموا تحلوا كيما تحبوا. ونحطها في المقلة الطيب هنا، نخليها هكاك الطيب. بعدين تشوفوا نزيد نكمل معاكم. هذه هي ننصحكم جربها، تنجموا حتى تهزها وتخرجوا بيكنيك ولا اي حاجه كيك معذره. هيك نشوفوا كيما هكا نخرجها ونكمل حتى لوين نواصل اللي عندي العجين الكل، نتركم وجه واحد فقط. كما تشوفوا لهني كملتهم الكل، كملت الكعبات طيب الكل. طلع كمية كافية، طلع كمية كافية كما قاعدين تشوفوا معايا في الفيديو. حطوا مكان على جنب، ونبداو بالوحدة بالوحدة. المرحلة الثانية الوجه اللي طايبناه باش نحطوا له هريسة. اللي يحب هريسة حرة يخليها كيما هكا، واللي يحبها ماهيش حرة ياسر يضيف لها شوية ماء. هناك لهنا باش نحط انا باش نعمل نص هريسة ونص لا، خاطر ولادي ما ياكلوش الحر ياسر. باش نضيف لها لهنيكايا مايونيز، باش نحط لها مايونيز كما قاعدين هكا تشوفوا في الفيديو. نحل هكا بالكدا الهريسة والمايونيز، نواصل هكاك مع بعضنا. لهنا باش نضيف لها عندي بطاطا مقلية، قليت البطاطا باش نحط لها البطاطا كما قاعدين هكا تشوفوا في الفيديو. باش نصور البطاطا ما عند الناس كل تعرف تقلي بطاطا. وباش نضيف لها أعظم مسلقة بيض، أعظم مسلوق. وباش نضيف لها تن
طن كما قاعدين تشوفوا. إذا عندكم زيتون ولا عندكم أي حاجة تنجموا تضيفها كما قاعدين. وش نضيف لها؟ الفرماج المرحي، اللي يحب مشخشخ يضيف لها الفرماج بزيت، ونغلق على هكاك بالكدا. وبعدين نعاود نرجع نحطها في المقلة، في طبق خاص بالساندويتشات، ونطيبها. كما قاعدين تشوفوا نغلقها بالكدا باش ما يخرجش الحشو والفرماج واحنا نطيبوا فيها. هذه هي الطبق يرفع بزايد لهنا باش نبدا نحضرهم ونحطهم يطيبوا ضربه واحده. لهنا حطيت كما العاده بطاطا، بيض. دي ما عملتش فيها فرماج لانه في ولادي اللي ما ياكلش الفرماج كما تحبوا انتم. هنا هكا تشوفوا كمسكره. نكملوا الطريقة كما قاعدين تشوفوا نفس الكل. تنجموا كما قلت لكم تنوعوا اللي ما يحبش الحار تنجموا تعملوا له مايونيز. اي عنصر ما يحبوش ولادكم ولا ما تحبوش انتم تنجموا تنقصوا. لهنا انا كما قلت لكم عملت بالمايونيز ولادي، فما اللي عملت له شويه هريسه، فما اللي عملتوش بالهريسه، فما اللي يحب الفرماج، فما اللي لا. معناتها مشيت على رغبة أولادي ورغبتنا احنا. يعني كان واصلوا كان نفسها هي، أما خليتكم تزيدوا تشوفوا بالقدام. هذه باش نضيف لها بصل، قطعت بصل. قلتلكم تنجموا تضيفوا اللي تحبوا بطاطا والبيض والتن والفرماج. ضيفوا اللي تحبوا، الزيتون، أي حاجة تحبها تنجموا تضيفها. كلش هو طايب، حتى البصل يطيب ويجي بنين على الاخر. قطعوه كان رقيق شويه. هكا نغرق عليهم الكل ونوريكم اللي باش نوريكم نحطهم في الطبق يطيبوا. طريقة تطيبهم هكا. هذا هو. لهنا أني حطيتهم هكا في الطبق يطيبوا الكل هنا. ونبداو نقلبوا على الوجه الآخر، خليهم يطيبوا بالكدا ويتحمروا بالكدا. طاب الوجه نقلبها كيما هنا قاعدين نشوفوا. هذا لهنا هكا طابت، نقلبها على وجه الآخر ونخليها تطيب من هكا. ونواصلوا الطريقة مع بعضنا. صدقوني بنان على الآخر، صدقوني. هذه هي كما قاعدين هنا تشوفوا. لهنا كي بعد ما طاب شوفوا منظرها كيفاش جاء يشهي على الآخر وبنينة. وفي ساعة كما قلت لكم تحضر. والأهم إن وصفة بنينة على الآخر. نقصها لكم نوريها لكم كيفاش جات من داخل. شوفوا منظرها. هذه هي الوصفة متاعنا اليوم، ساندويتشات تونسية كما مقلوب ولا أي حاجة ما يحطوا فيها السميد. أنا هنا عملتها بالفرينة فقط كما هكا، ولا شباتي ولا أيوة كما قاعدين هكا تشوفوا. وبقى لي كان نقول لكم إن شاء الله ملاقاتنا في وصفة أخرى. وكما قلت لكم اللي أول مرة يزور قناتي ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصله كل جديدي، ويترك لي تعليقه ويقول لي جرب الوصفة من وصفاتي وكيفاش جاتو. نقول لكم إن شاء الله ملاقاتنا في فيديو آخر وفي وصفة أخرى. وقولتي الشهيرة دايما إن نقول لكم ما تنساوش تجربها. صدقوني جربها، بنينة على الآخر وتعجبكم. مبقالي كنقول لكم ملاقاتنا في فيديو آخر ووصفة أخرى.
نعملها مع بعضنا. مع السلامة. ما تنسوش تجربوها. مع السلامة.